أجركم الله جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إخواني أخواتي، في نهاية المطاف لهذا العمل الحضاري السلمي، هذا العمل الوطني، وهو الاعتصام الناجح، الاعتصام الذي يمثل الضغط على هذه الحكومة الجائرة الظالمة من أجل الإفراج عن السجناء الأبرياء. إخواني، في نهاية المطاف أذكر بهذه المسألة. إننا نهجنا في عملنا في معارضتنا هو النهج السلمي، هو النهج الحضاري، هو النهج الإسلامي والثقافة الدينية التي لا نتعدى فيها لا على ممتلكات خاصة ولا على ممتلكات عامة، لأن خصمنا يريد أن يشوه صورة المتظاهرين والمعتصمين والمقاومين، ويريد أن يضعنا في زاوية الاتهام على أننا مخربون وعلى أننا نعبث بالأمن. بموقفكم هذا وبعملكم هذا وبصرخاتكم هذا العمل هو أفضل رسالة عملية على أننا شعب متحضر، شعب ملتزم بالدين، شعب يحب الوطن وتجري في عروقه وشرايينه حب الوطن والمواطنين. ولأننا نحب الوطن فإننا لا نريد للعصابة التي تتآمر على هذا الوطن وتتآمر على المواطنين أن نغض الطرف عنها أو نسكت عنها، ولا نريد أن نسكت عن ظلامة إخواننا الأبرياء. إخواني، اسمعوا صوتكم، اسمعوه الحكومة، فليسمع الداني وليسمع القاصي صوتكم، فلتنطلق الحناجر 3 مرات. معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء، معكم معكم يا سجناء. بارك الله. إخواني أخواتي، هذا الاعتصام ناجح وقد أوصل رسالته وسوف يستمر، وأنا أطالب الأخوة المنظمين أن كذلك يرتبوا لنا اعتصامات واعتصامات واعتصامات سوف تستمر حتى أن يخرج السجناء من المعتقلات ويبقى الشعب مرفوع الرأس والهامة ببركة صرخة كربلاء، صرخة الإمام الحسين ما زالت تدوي: هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. أجركم الله جميعا. إخواني، كلكم سمعتم بأنه بالبارحة منعت السلطة إقامة صلاة الجماعة في مسجد الصادق بالقفول. وللرد على هذا الموقف أقول لكم إخواني، حضوركم دعم لكسر قرار الحكومة الجائر الظالم. غدا بإذن الله تعالى، غدا مساء صلاة المغرب والعشاء سوف نصلي في جامع الصادق، نصلي من أجل كسر القرار الظالم، ولا نقبل بهذا القرار
وليسمعوها منا. هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة. آجركم الله جميعا. رسالة وصلت حضارية، رسالة وطنية، وتستمر إن شاء الله، ونأمل أن تستمر هذه المسيرة بالاعتصامات والاحتجاجات في كل المناطق من أجل الإفراج عن السجناء. وأستغفر الله ربي وربكم، وأسأل الله التوفيق والفرج في القريب العاجل ببركة الصلاة على